فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده بقى معايا فيديو جديد، بس قبل ما نبدا بس الفيديو بتاعنا كده النهارده، ما تنسوش لو انتوا لسه اول مره بتتابعوني وبتشوفوا قناتي، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل الاشعارات الجديده كل ما انزل فيديو جديد. كمان الناس اللي ما بيوصلهاش اشعارات يا ريت الغي الاشتراك واشتركوا من تاني علشان كل ما انزل فيديوهات جديده توصلكوا على طول الاشعارات توصلكوا، لان في ناس كتير جدا بتقول لي يا ميرو احنا ما بيوصلناش اشعار منك كل ما بتنزل الفيديوهات. فالغوا الاشتراك يا حبايب قلبي وارجعوا اشتركوا تاني. وطبعا وجودكم كالعاده على راسي من فوق، والناس الجديده اللي دخلت معايا القناه جديده اهلا وسهلا بيكم في قناتي. يعني يسعدني جدا ويشرفني وجودكم معايا كالعاده على راسي من فوق. ايه يا ميرو بتعملي ايه النهارده؟ قبل ما نبدا بس كده ندخل على نشوف احنا بنعمل ايه. ما تنسوش تصلوا على النبي يا اولاد كتير او في الكومنتات علشان يبقى يومنا كده جميل جدا كده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى بتعملي ايه يا ميرو النهارده يا ولاد؟ يعني هرتب كده الدولاب بتاع الولاد وهنضف كده الغرفة. كمان هطلع اللبس الشتوي، يعني هدخل الصيفي واطلع بقى الشتوي لان في الجو برد بقى، فايه يعني كفاية كده بقى، عايزة اشتلهم بصراحة. كمان جبت لهم شوية حاجات جديدة على اللي عندهم، والقديم شلته بقى يروح لصاحب نصيبه، يعني اللي هي الحاجات اللي هي صغرت عليهم. والله هي كلها والله حاجات جديدة وجميلة، بس ايه خلاص يعني انا مش بحب بصراحة ان انا اكركب الدولاب على الفاضي، بس بسيب بس الحاجات اللي هم بيلبسوها والحاجات اللي ملهاش لازمة. ف يعني في ناس اولى بيها وكده. فهنا يا ولاد بقى انا كنت شايلة الغسيل الهدوم قصدي مقلوبة كده، فبحب بقى ان انا ارتب الدولاب، بحب ان انا اقلبها كده على وشها. فهنا بقى سبت لهم كل الترنجات اللي بيلبسوها، بصراحة طلعت يعني حلوة وجميلة ونظيفة وزي الفل زي ما انتم شايفين كده يا ولاد، بتاعت كريم وكارما وتية. بصراحة الترنجات جميلة وجديدة وكنت جايبها لهم السنة اللي فاتت، فبصراحة يعني ما لحقتش ان هي تقصر او اللي هي تتوسخ وكده. لا هي جميلة جدا وكل حاجة. وكمان جبت لهم عليهم كل واحد ترنج وكل واحد طقم خروج مؤقتا على ما نشوف احنا يعني كل واحد ناقصه ايه. انا بشوف لو هو مثلا كريم عنده لبس خلاص بجيب له بس ايه طقم خروج جديد وترنج جديد ويكفي على باللي عنده. هنا بقى تيا كانت جايه بقى ايه يا ماما يا ماما، قلت لها طب تعالي تعالي بس ما تعيطيش، وقعدت سكتها كده شويه وبرده خلصت ايه، قلت لها طب اقعدي بس على ما اخلص بس تطبيق الهدوم وهشيلك تاني. عايزه اقول لكم والله يا ولاد ما بعرفش اعمل منها اي حاجه، هي بس ربنا يا رب يهديها، قاعده جنبي ساكته وانا بسجل، فربنا يهديها كده ايه وتكمل على خير على ما اخلص ايه تسجيل الفيديو ليكم. وبرضو كارما برضو بشوف هي ناقصها ترنجات ايه او هي عندها كام واحد وايه اللي يكفيها وايه اللي هي محتاجاه، اللبس اللي هو التقل برضو اللي تحت الهدوم. فاللي ناقصه حاجة بجيبها له، اللي ما ناقصوش حاجة بجيب له ايه حاجة بس جديدة او حاجتين جداد وخلاص على اللي عنده. بصراحة لكن الدنيا غالية قوي يا ولاد، وربنا كده يكملها علينا بالصحة وبالستر ويرزقهم بصراحة، لان ما اقدرش اقول اكتر من كده، ربنا كده يرزقهم برزق الولاد. وبصراحة الدنيا بقت غالية يا ولاد قوي قوي يعني، وكل حاجة غالية جدا. عايزة اقول لكم ان انا علشان اجيب الترنج عامل 450 جنيه، بتاع يعني تيا وكريم ب 450 جنيه الواحد. فبصراحة الحاجات غالية جدا، فكويس ان انا قلت ان انا كنت جايبه لهم السنة اللي فاتت حاجات وكملت عليها حاجات تانية.
عايزه بقى يا ولاد اللي وصل لغايه هنا وما حطش لايك، يا ريت بقى تنزلوا تحطوا لايك واكتبي لي بقى كلمتين حلوين كده تحت الفيديو، علشان هم دول اللي بيشجعوني وبيحفزوني ان انا اكمل معاكم واصور لكم فيديوهات جديده. فعايزه برضو رايكم في الكومنتات يا ولاد، ايه رايكم في الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم؟ وطبعا في ناس كتير بتبقى بتسالني على وصفات، في وصفات كتير جدا. رجعوا كده للفيديوهات القديمه، انا منزله وصفات كتير جدا يا ولاد، وخدوا كده فره في القناه، والله فيديوهات هتعجبكم جدا باذن الله. وان شاء الله الفتره اللي جايه دي هحاول برضو انزل لكم فيديو روتين على فيديو طبخ وفيديو فلوج كده يعني. فان شاء الله باذن الله حاول ان انا ارتب لكم الفيديوهات واظبط لكم كل حاجه باذن الله انتوا عايزينها. هنا برضو عايزه اقول لكم ان الترنجات دي انا كنت جايباها لتيا السنه اللي فاتت، فبصراحه هينفعوها جدا في الشتاء ده. وكمان جبت لها ترنج جديد وجبت لها طقم خروج، لان بصراحه لقيت عندها لبسها الحمد لله كله زي ما هو. الست ترنجات ما شاء الله كلهم يعني يعني السنه اللي فاتت كانوا كبار شويه عليها، السنه دي لقيتهم الحمد لله ظبطوا. فهي عندها 6 ترنجات كده كويسين جدا، وكمان عندها كام طقم خروج حلوين برضو مش وحش، لان احنا كده كده اصلا عامه في الشتاء احنا ما بنخرجش كتير. فلبس الشتاء عندنا هتلاقوه اللي هو ايه، بجيب لهم كل واحد 6 غيارة بس. لكن بصراحة لبس الصيف بيبقوا انتوا عارفين بقى كل شوية غيارات ويدخلوا ياخدوا شاور وكده. لكن بصراحة في الشتاء يعني بياخدوا شاور كل يومين، ما بحميش بصراحة كل يوم، علشان ولادي بصراحة صدرهم بيتعبهم جدا من المية وفي الشتاء بالذات. لكن في الصيف عادي. هنا بقى يا ولاد برضو ده اللبس بتاعتي برضو بظبطه، وشفت برضو كام حاجة لقيتهم كده حاسة ان هم صغيرين، لقيتهم برضو على قدها. فالحمد لله لقيت بقى كل حاجة الحمد لله على قدهم، وحاجات بسيطة جدا اللي انا طلعتها. شايفين يا ولاد كده طبقت الحاجة، هبتدي بقى ان انا ارصها في الدولاب زي ما انتم شايفين كده. الأوضة مكركبة على الآخر يا حست السودا يانا ياما شايفين يا ولاد؟ دي برضو بقول لكم البناطيل الجينز دي ان انا هاخدها برضو هيلبسوها بقى في الشتاء على السويتشيرتات، فيها شيل البناطيل الجينز واشيل بقى البرمودات اعينها بقى ايه مع اللبس الصيفي. اشيل برمودات الجينز والشراط والحاجات دي كلها اشيلها مع اللبس الصيفي، اخد بس البناطيل الجينز بتاعتهم. هنا بقى بصوا انا هعمل لهم بقى كل واحد رف كده، والرف الاخراني خالص هخليه لي اللبس الداخلي بتاعهم والتقل وكده. هخلي لهم كل واحد صفة كده علشان كل واحد يبقى عارف لبسه. انا بحب ان انا اعمل لهم كده على طول بصراحة. شايفين يا ولاد بقى كل حاجة مترتبة وكل حاجة جميلة. طبعا انا في اول فيديو خالص مسحت المفارش دي بالجلانس ونضفتها كويس جدا، علشان برضو لو عليها اي تراب اللبس ايه ما يتطربش. هنا برضو الصفة دي خليتها لتيا، والصفة اللي تحتيها قلت اخليها الكارما، عشان انا ما كنتش عايزة لبس تيا يكون قريب، علشان هي بصوا عايزة اقول لكم ان هي بتطلع بص تجيب تقلب الصفة بتاعتها. فخليت كارما تحت وخليت تيا هي اللي في النص بصراحة، علشان ايديها ما تطولش فوق كده. فهنا برضو ايه خلصت هنا بقى برص الترنجات يا ولاد، وكمان هرص لهم برضو واحط له صفة البناطيل الجينز بتاعته. بصراحة لقيت كيمو عنده بناطيل جينز كتير جدا، يعني حوالي 7 بناطيل ولا حاجة، فحلوين جدا يعني هجيب له واحد كمان عليهم وخلاص. هنا برضو الدفايات خليتها في الصف اللي فوق، وكمان الضلفة التانية دي عايزة اقول لكم ان هي مليانة الدفايات والكفرات بتاعة الارض وكل حاجة. فهنا بقى يا ولاد برضو هنرص الجواكت والسويتشيرتات بتاعة الولاد، مخليه لهم الناحية دي كده ارص لهم الحاجات بتاعتهم. هنا الجواكت دي بتاعة تيا. عايزه اقول لكم ان الجاكيتين دول كانوا الجواكت دي بتاعت كارما وهي صغيره والله العظيم يا ولاد. يعني كارما ما شاء الله دلوقتي في 3 ابتدائي. عايزه اقول لكم والله العظيم بص انتوا كل ما بتحافظوا على حاجه كل والله الحاجة ما بتفضل، يعني الحاجات دي نفعتني. شوفي دلوقتي الجاكيت انا رحت عشان اجيب جاكيت لكارمو لقيته ب800 جنيه. يعني بصراحة الجواكت سعرها عالي جدا جدا، وكمان الجاكيت ده بتاع كيمو وهو صغير برضه هتلبسه، وهو اسمر يعني هيمشي بناتي وهيمشي ولادي. فبصراحة الكام ال4 جواكت اللي قدام دول نفعوني بصراحة جدا جدا لتيا، وكمان اللي هو القط اللي قدام ده برضو ليها. برضو لقيت لها كام واحد يعني، انما كوكي بصراحة هي اللي هيجي لها ايه جاكيت على اللي عندها واحد اسود، هيجي لها واحد كمان اجيبه لها بقى الوان. هنا برضو السويتشيرتات بتاع كريم
هعلقها برضو علشان لما يجي يخرج بيها ولا كده ما تكونش ايه متكسره. على ما اعمل لكم ان شاء الله باذن الله في الحاجات المشتريات الشتوي اللي انا اشتريتها اعمل لكم بيها فيديو، وبعد كده هرتبها واعلقها معاكم. لكن انا بصراحه ما كنتش لسه عملت الفيديو، وكنت كمان لسه باقي مشتريات ما جبتهاش، فان شاء الله باذن الله هكمل الحاجه المشتريات واعمل لكم بيه الفيديو واوريكم كل حاجه انا جبتها بالاسعار. لكن بصراحه عايزه اقول لكم يا اولاد الاسعار نار 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 يعني. وعارفين يعني ايه جاكيت ب 800 جنيه؟ يعني على ما اجيب لهم مثلا كل واحد جاكيت، يعني الاسعار ما شاء الله. فربنا كده يكملها علينا بالستر والصحه يا رب. انا بقى يا ولاد بعد ما خلصت بقى ايه رص الجواكت والسويتشيرتات، يعني هبتدي بقى ان انا ايه الم بقى اللبس الصيفي اللي انا مش عايزاه، احطه بقى في الكيسه الكبيره دي تحت السرير تاني، لان بصراحه انا ما عنديش مكان بره فهشيله ايه تحت السرير تاني. انا تحت السرير عندي منضفاه ومرتباه ومخليه يعني السرير حاطه فيه اللبس اللي هو اللي بشيله من الصيف والشتاء وكده، بطلع حاجه وعين حاجه. فبصراحه انا فبقوم عاينه الصيفي واطلع الشتوي، وكذلك برضو في الصيف بطلع برضو الصيفي وأعين الشتوي تحت السرير. لكن بصراحة أنا برضو يعني شوية كده وأجيب كمان شنطة سفر ألم فيها الحاجات دي أحسن من بكتير من الأكياس. هنا بقى هبتدي ان انا انضف الاوضه. عايزه اقول لكم ان الاوضه دي والله كنت لسه فرشه اصلا الدفات والحاجات دي قبلها بيوم، فالغرفه بصراحه نظيفه. الحاجات دي بس مكان ما انا كنت مفضيه الاكياس وبرتب الدولاب بس، فهكنسها بس كنسة كده بسيطة وخلاص. بعد كده شكلها يا ولاد بعد ما ترتبت وبعد ما شلت كل الكركبة وكل بصوا شايفين بقى كمية الراحة النفسية اللي في الغرفة بعد ما خلصتها؟ بجد حاجة كده يا ولاد فاخر من الآخر. الحمد لله خلصت وخلصت. بصراحة أنا قعدت فيها شوية حلوين، لكن الحمد لله رتبتها وخليتها زي الفل، وكمان سبت لهم شوية حاجات من الصيفي تحت هنا في اخر صفة كده حطيت لهم شوية تيشرتات بنص كم، اللي هو انا خليتهم تقل، يعني خليت حاجات كده اللي هي مش ما تنفعش اللي هي يتخرج بيها، فخليتها تقل تحت الترنجات، وكمان هجيب لهم اطقم بكم كمان علشان يلبسوها. فهنا برضو يا ولاد بعد ما خلصت الصفة دي برضو بتاعت الجواكت والسويت شيرتات، عايزة بقى رأيكم يا ولاد في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم ان شاء الله. عايزة بقى بصوا تفجروا زرار اللايكات ده، عايزه لايكات بقى كتير جدا على الفيديو ده لاني بجد تعبت فيه جدا جدا. ودي بوري لكم ان دي الاكياس الحاجات الجديده اللي انا جبتها، بس ان شاء الله باذن الله اوريها لكم في الفيديو باذن الله. وان شاء الله باذن الله استنوا مني فيديوهات كتير حلوه جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا بفيديو النهارده ويكون مشجع كده ليكم ان انتوا ايه تخلصوا كل اللي وراكم يا ولاد، واللي ما طلعش الشيت ويطلعه. واشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام.